عندي هون كاسة ونص سميد حبة وسط، وبنحط نص كاسة من جوز الهند، وبدنا نص كاسة سكر، مو مشان شي مشان صحتك يا غالي. بدنا معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وبنحط لهم ظرف واحد فانيلا بودرة، وهلا بنعطيهم هيك تقليبة على السريع. وبنجيب كاسة نصها زيت نباتي والنص الثاني سمنة حيواني وبنحطها هيك فوقهم. طبعا بإمكانكم تحطوا يا اما كاسة كاملة من الزيت النباتي يا اما كاسة كاملة من السمنة الحيواني، لكن انا خلطت بين الاثنين عشان يعطوكم نتيجة حلوة. وهلا بندعكم مع بعض كثير منيح. بعد ما عركناهم كثير منيح لازم يطلع معنا هذا القوام، شايفين بس امسكها هيك بتمسك على بعضها، وشايفين هذا القوام الرملي. وعندي هون بيضتين كاملين بحطهم على الخلطة اللي عندي على السريع بلحاب معلقتين كبار من القشطة يا غوالي. طبعا بامكانكم استخدام لبن الزبادي، بس لبن الزبادي بيعطي شويه حموضه، عشان هيك انا استخدمت القشطه بيكون افضل. بنحط عليهم نص كاسه حليب، وهلا بنحركهم مع بعض كثير منيح. انا بنصح انكم تحطوا الحليب تدريجيا لانه بيختلف نوع السميد من نوع سميد ثاني. وهلا بجيب القالب اللي بدي ادخله على الفرن وحاطط عليه ورقه زبده، وتحت ورقه الزبده حاطط شويه زيت عشان تلزق معي ورقه الزبده. وهلا بنحط نص الخليط اللي عندنا. بامكانكم تحطوا نص الخليط، واذا حسيتوا الخليط شوي زياده بتحطوا سماكه سنتي لسنتي ونص بيكون تمام. وهلا صار وقت عشان نشويها. هلا بندخلها على فرن حرارته 180 شغال من فوق وتحت، بنحطها بالرف الوسطاني بتاخذ من 15 ل 20 دقيقه. وهلا مثل ما انتم شايفين قدامكم هي الصينيه بعد ما طلعناها من الفرن، لازم تاخذ هذا اللون المزهره شوي تكون، ومن الاطراف لازم تكون محمره هيك بتعرفوا انه استوت. وهلا بنجيب طنجره وبنحط عليها كاسه حليب، نحط لهم 3 معالق نشا كبار، بنحط معلقتين كبار من القشطه، شوية كريمة طبخ مو مشان شي مشان صحتكم. هلا بنحرك كثير منيح، وبس نتأكد انه كل شيء داب بنشغل عليه النار. طبعا بنضلنا عم نحرك وبنضيف شوية حليب مكثف محلى. بس مسك معنا الخليط بهذا الشكل مثل ما انتم شايفين بنطفي عليه النار. هي الخطوة اختيارية، بس اذا بتحبوا صحتكم لازم تضيفوا نص علبة جبنة كريمية، واكيد لازم نطعم القشطة اللي عندنا بشوية ماء زهر. وهلا بنحركها تحريكة أخيرة يا غوالي. وهلا بس بردت عنا الطبقة الأولى بنسمي بالله وبننزل القشطة اللي عندنا عليها. وهلا مثل ما انتم شايفين بنسمي بالله وبنبدا نهزها هيك عشان تتوزع القشطه عنا. وهلا كل اللي علينا نعمله انه نترك القشطه شوي تستريح عشان تبرد شوي، وبنفس الوقت تتماسك على بعضها ويصير للقشطه وش. قربوا لهون خليني اورجيكم بعد ما بردت، وشو فائده انه بردنا القشطه. بس تبرد القشطه بتصير هيك، شايفين بس تلمسوها بايدكم ما بتلزق بتاتا، هيك بتكون طبقه عازله عشان نحط باقي الخليط عليها. بنبدا بننزل باقي الخليط اللي عنا بهذا الشكل يا غوالي شوي شوي. وهلا بنرجع على فرن حرارته 180 شغال من فوق وتحت، وبنحطها بالوسط لمده 15 دقيقه لحتى تستوي تماما وتاخذوا اللون الذهبي. بنجيب طنجره صغيره وبنحط عليها كاس سكر، وبنحط على السكر كاسة مي. بس بلش القطر يغلي معنا بنحط شوية صغيرة من حمض الليمون. وهلا بنتركهم يغلوا لمدة 10 دقائق على نار هادية، وبعد 10 دقائق بس بنحط لهم آخر شيء شوية ماء الزهر وبنطفي عليهم. وهلا بعد ما شويناه يا غوالي قربوا لهون، شوفوا لي على هالمنظر بسم الله ما شاء الله، شايفين على هاللون الجميل؟ هذا هو اللون اللي احنا بدنا اياه. هلا بنجيب سكينة صغيرة وبنبدأ هيك بس نبعد الأطراف بهذا الشكل. وهلا عنا البسبوسة بالقشطة سخنة، وعنا القطر سخن كمان يا غوالي، بنسمي بالله وبننزل عليها القطر هيك على حسب الرغبة. هلا بس صقيناها بالقطر مثل ما انتم شايفين. هلا بنسمي بالله بنجيب اي قطعه عنا وبنغطيها وبنتركها لحتى تصير بحاله الغرفه. بس تصير بحاله الغرفه بنغطيها كثير منيح وبنحطها بالبراد شغله ساعه ساعتين 3 ساعات لحتى تبرد تماما. بعد ما بردت تماما بنسمي بالله وبدنا نطالعها من القالب. هلا بس طالعناها من القالب بنقول بسم الله يا كريم، بنجيب صحن هيك وبنقلبها بهذا الشكل يا غوالي. بنسمي بالله وبنقلبها على صحن التقديم. وهلا بنقول بسم الله يا كريم وبنبلش نقطع. وكنا رح ننسى نزينها وبنزينها بشويه فستق حلبي، وبنحط لها رشه جوز الهند مو مشان شي مشان صحتي. وهلا بنسمي بالله وبنطالع قطعتنا هيك. شوفوا يا سلام يا سلام على هالمنظر، هذا المنظر مشان صحتكم. شوفوا لي على هالطبقات بسم الله ما شاء الله. هلا صار الوقت مشان ندوق. قربوا لهون وطلعوا لي على هالمنظر بسم الله ما شاء الله، شايفين الطبقات شي خرافي على الاخر. هلا بنقول بسم الله يا كريم وبنيجي بنقسمها هيك. خليها هيك يا سلام يا سلام. شوفوا لي على هاللقمه، شوفوا الله الله الله، هي اللقمه الصح، هي مو مشان شي مشان صحتكم يا غوالي. بنقول بسم الله يا كريم وبندوق. شو هالطراوه هي، شو هالطراوه هي، ماني عرفان شو بدي احكي على القشطه ولا على طبقتها البسبوسه اللي عن جد طريه، وشي عن جد ما بعده شي. شوف شوف يا سلام، شايفين الطراوه هيك خليني احملها هيك. يا سلام يا سلام، لقمه عن جد ولا اروع. بسم الله يا كريم.